20 تريليونا هدر في الموانئ العراقية. المبلغ أنا ذكرته بالعلن 20 تريليون. المبلغ اللي توصلنا له وفق المعطيات اللي موجودة أكثر من 20 تريليون دينار. أكثر من 20 تريليون دينار هدر مستمر، سابق وحالي ولاحق مستمر. هاي كلها بفترة فرحان الفرطوسي عززت وزادت هاي الهدر بفترة فرحان عجيب الفرطوسي. نعم زادت أكثر. هذا ما صرح به السيد النائب ياسر الحسيني، ولكن في الحقيقة أنه تصريح لا يستند إلى الحقيقة ومبالغ فيه جدا وغير واقعي، ولم تكن هنالك أي وثيقة أو مستند يدعم هذا الادعاء الخيالي الموجود فقط في الاستعراضات الإعلامية. إيرادات الموانئ من 2003 لغاية 2024 لم تصل ل 10 تريليون. الفترة التي تسلم فيها الدكتور فرحان الفرطوسي كانت الإيرادات في سنة 2020 بلغت 500 مليار، وفي 2021 بلغت 600 مليار، وفي 2022 بلغت 800 مليار، وفي 2023 بلغت الإيرادات 2 تريليون و900 مليار. الحسين يقول لك انت هذا 20 تريليون، كانت تقد فلوسها. اذا سيد ياسر الحسيني يقول انا هذا 20 تريليون، ايرادات الموانئ من عام 2003 الى يومنا هذا ما توصل حتى 10 تريليون. اي احنا اذا يريد يحاسبني على الفتره اللي اني اديت العمل بيها، قلت لك انا بال20 500، بال21 600، بال22 800، بال23 ايش قد مستلم؟ صار تريليون، صار مليارين، 2 تريليون و900. ايرادات الموانئ كلها 2 تريليون و900. اذا يطلع دراسات الجدوى مال العقود اللي وقعتها حتى ما توصل تريليون، تريليون ونص. ونذكر النائب صاحب التصريح أن وزارة النقل العراقية أعلنت بتاريخ 1/4/2024 عن زيادة إيرادات الموانئ بنسبة 100% بالمقارنة مع عام 2020 بإدارة وإشراف مدير الموانئ الدكتور فرحان الفرطوسي.